خطأ 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 صح؟ لا غلط. بعضهم يسمعون معلومة ان الكلب يعرق من لسانه، ما يقولون لهم ان هالمعلومة خاطئة. الكلب ما يعرق من لسانه. وبقول لك بعد شيء ثاني، ان ريحة عرق الكلب مو سيئة، ريحة عرق الناس اللي ما يتسبحون هي السيئة. زين، موضوعنا اليوم متحمس على الموضوع. موضوعنا اليوم، هل تتعرق الكلاب؟ لما تطلع برا في نزهة مع صديقك الوفي في أيام الصيف، بتلاحظ أن العرق يتساقط على وجهك وجسمك. بس شفت هالطريقة على كلبك أنه يتساقط على جسم العرق؟ أكيد لا. فشلون جسمه يبرد نفسه؟ احنا البشر نبرد على جسمنا بالتعرق، لكن الكلب شلون؟ ما نشوفه يعرق نفسنا. يعني الكلاب يعرقون مثل البشر ولا ما يعرقون؟ الكلاب تتعرق بس مو مثل احنا البشر. الكلاب عندهم نوعين من الغدد العرقية. نوعين من الغدد العرقية، ركز وياي، تكون موجودة في باطن أقدامهم. والغدد الثانية العرقية موجودة في جميع أنحاء جسم الكلب. خل أشرح لك بشكل مبسط جدا. موجودة في باطن أقدامهم، يتم إفراز العرق من خلالها. لما يشعر الكلب بالحر أو التوتر، تبخر هذا العرق يساعدهم على التخلص من جزء صغير من حرارة الجسم. ونرجع للغدد العرقية، جميع أنحاء جسم الكلب تحتوي على الفرمونات، وليست لها رائحة يمكن البشر إحنا نشمها، لكن يمكن الكلاب الأخرى تميز الرائحة. زين دكتور عيل، شلون تبرد الكلاب نفسها لما ترتفع حرارة جسمها وقت الحر أو التعب؟ الكلاب عندها طريقتين. الطريقة الأولى اللهاث. لما يلهث الكلب، ركز معاي، لما ياخذ الهواء في جسمه، ياخذ الهواء ويرطبه ويبرده ويبرد جسمه معاه، هذه العملية يسمونها اللهاث. لكن كثرة اللهاث بدون تعويض يستهلك سوائل الجسم، فأنت تأكد دائما توفر له كمية كافية من الماء. الطريقة الثانية هي التوسع في الأوعية الدموية. لما الحرارة تصيب جسم الكلب، تتمدد الأوعية الدموية فيها، فيصير الدم أقرب إلى سطح الجسم. لحظة، إيش قاعد تقول دكتور؟ يعني أنا بقول لك، الكلاب لن تتسطح على مكان بارد مثل أرضية سيراميك فتبرد على جسمها. شلون تبرد على جسمها؟ بهذه الطريقة اللي هي تتمدد، يبرد الدم بشكل أسرع، وبالتالي الجسم. وأكثر المناطق اللي تتوسع فيها الأوعية الدموية هي وجوههم وأذاينهم. لا مسامحة، وجوههم وأذاينهم. عشان كذي تشوف أحيانا إذن الكلب صايرة حمراء لما يشعر بالحر. انزين، الحين خلينا نقول شلون نساعد الكلاب انهم يحمون نفسهم من الحرارة في فصل الصيف. يعني شلون يبردون على جسمهم. وفر لهم الظل والماء البارد للكلاب عند اللعب في الخارج. وفي الصيف لا تطلعهم نزهات عز الظهر يعني او العصر، افضل طلعهم الفجر او في المساء في وقت متأخر تكون الحرارة منخفضة. وتذكر ابدا لا تترك كلبك في السيارة لوحده، لان الحرارة ترتفع بسرعة في دقائق معدودة وممكن يصاب بالاحتباس الحراري. والحين قولوا لي، شنو الاشياء اللي تسوونها انتو لكلابكم علشان تحمونهم من الجو الحار؟